السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو جديد. الحنه ديال 7 شهور اللي كتكون من العادات ديال الناس ديال مكناس فالصفر وهذاك النواحي، بكل التفاصيل ديالها. المهم كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر التحضيرات اللي حضرت انا وماما. تبعوا معايا. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. اول حاجه بدينا فيها بالتحضيرات باش ما يدركناش الوقت او لا يغلبنا الوقت. بدينا بالتمر باش نحيدوه على جنب، يبقى على جنب. التمر كيف ما كتشوفوا ماما شدات وحيدات ليه العظم، مسحاتو قبل يا ربي، مسحاتو بالزهر، دارت ليه القرقاع، نص قرقاع على الوسط، ومن جنب دارت ليه اللوز. اللي بغى يطحن اللوز او يطحن القرقاع ممكن، بحال دابا عنده شي مناسبه بغى يدير هاد الطريقه احسن، واللي بغى يطحنو راه لكم حريه الاختيار. انا عجبني بهاد الطريقه. بالنسبه للزهره البنات منها كتمسحوه من الغبره، وفي نفس الوقت كيعطيو واحد النكهه زوينه بزاف 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 الصراحه، يعني تعجبكم الى مسحتوه بالزهر. بالنسبه لهاد التمر اللي غادي نعمرو، انا غادي نخليوه، غادي نسبقوه للضياف فاش غادي يدخلوا، يعني بحال كتكبري بواحد الانسان جا عندك من المعروضين مع الحليب كيجي زوين. يعني في الدخله قبل ما تبداي اي حاجه ولا قبل ما نبداو نتغدى كتعطيهم هذاك الحليب والتمر، كيكون بلا جاي سخفان باغي يشرب شي حاجه بارده، كتسبقي لهم مع الحليب والتمر. وكما قلت لكم يعني هادو عادات ديالنا. المهم غادي نخليكم حتى نكمل، وباش ما تملوش من الفيديو غادي ندير لكم شويه ديال الموسيقى. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. وصافي دابا كملات التمر. هانتوما تشوفوا الشكل ديالو كيجي زوين بزاف. التمر ما خديناش من هذاك يعني معسل وما يكونش طايب بزاف ولا معسل بزاف، هكا كيجي بحال واقف. شوفوا الشكل ديالو كيجي رائع جدا. المهم حنا حيدنا التمر، غادي ندورو لحاجه اخرى. طيب البيض هو عندي مغربل. عندي هنايا نص كيلو ديال دقيق القمح الفينو. عندي هنايا معلقه صغيره عامره بالسمن، معلقه ونص صغار ديال الزعتر، وشويه الملح. دابا كنبداو نعجنو. هذه في حاله هاد الطريقه هذه كل واحد كاين اللي كيدير مسمن عادي، حنا كنديرو مسمن عادي يعني داير فيسا عادي. هذا حنا درنا فيه لان حيت زعما ديال 7 شهور كيبقى اختيار، يعني بغيتو ديرو هذا كيجي زعما هكا معشب وصافي. بالنسبه لدقيق القمح كاين اللي كيبغي يدير مثلا كيلو ديال نص كيلو ديال القمح الفينو، او نص كيلو ديال الفورس، يكون متعادلين. كاين اللي كينقص من الفورس ويكثر القمح. لكم حريه الاختيار، نتوما حرين. حيت كل واحد كيفاش كيدير هذا المسمن. الزعتر راكم عارفين، الزعتر ما كيضرش المعده ولا كيساعد على الهضم. كندير معلقه صغيره ونص، وكيجي حتى واحد اللون زوين في المسمن. عندي هنا معلقه كبيره ديال السمن. صافي دابا غادي نعجن.
ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة صافي دابا بعد ما كملت دابا غادي نخليها ترتاح شويه عاد نكورها. من بعد ما كملناها غطيناها هانتوما كتشوفوا الطرخفات ماما غادي تطلق فيها دابا. ديجا وريناكم واحد الفيديو كيفاش ماما كتصايب هاد المسمن ديال الرفيسه اولا التريد كيجي زوين، يعني حاجه راه باينه ما غاديش نعاود نوريها لكم اولا نعاود نشرحها لكم، ولكن ها البنات هاد الطريقه كتجي رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوها، واخا هي شويه فهمتي كتجي شويه صعيبه اولا الواحد كيبغي يزرب، ولكن هاد الطريقه كتجي رقيقه بزاف وكتجي بحال التريد وما كتضرش، يعني المسمن ما كيبقاش غليظ، ما كضر ما حتى شي حاجه. من بعد ما كملت ماما المسمن انا راه بديت كنقطع فيه. هنا ماما بدات كتصايب في الدجاج ديال الرفيسه. من بعد ما كملنا هاد النصيب والمسمن وداكشي كلهم وجدناهم بالنهار قبل باش ما يدركناش كما قلت لكم، يعني ما يدركناش الوقت وما يديرناش. صافي غادي تكمل الدجاج، غادي تنصب. راه النصبه ديجا حطاها لكم في القناه، نقدر نحط لكم الرابط في صندوق الوصف باش الا بغيتوا الطريقه ديال الرفيسه تلقاوها. صافي من بعد ما غادي تكملهم غادي تنصب وغادي ندوزو لحاجه واحده. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. من بعد ما كملت ماما الدجاج ونصبات دابا جيت كنستف الحلوى باش نحيدها عليا حتى هي. الحلوى انا ما درناهاش جديده، كانت 7 شهور ديالي من مور عيد الفطر، يعني بقات الحلوى كاينه. كنت كنتمنى انني نحط لكم هذا الفيديو كاملين تشوفوا التجهيزات اللي درت ديال 7 شهور، ولكن كان شويه الحمل ديالي صعيب وما كنتش متيقنه ان غادي تكون شي حاجه. قلت حتى لولادي ان شاء الله على خير وبخير وغنحط لكم هذا الفيديو تفرحوا معايا. هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نبقى نبدا نستف الحلوى شويه بشويه بما كملتها وغادي نوريكم البلاطو كيفاش جا. من بعد ما كملت الحلوى دابا جيت كنعمر في هاد لاطاغ ما غاديش ما غداه ما والو، حتى هي قلت نوجدها في الليل. كيف ما كتشوفوا هاد لاطاغ انا راه ديجا حاطاها لكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها من تحت في صندوق الوصف الا بغيتوا تجربوها. انا غادا معكم تدريجيا داكشي اللي وجدت كامل حطيته لكم حاجه بحاجه. صافي انا كملت هاد لاطاغ.
صافي دابا ماما وجدت لي الحنه باش غادي نديرها اللحمي من بعد ما غنمشي للحمام. الحنة. اكيد الحمام ما غنمشيش ليه، غادي نعومها في الدار اكيد. تهيتها لكم حق الله العظيم، من هاد الحنه غزاله، فيها الورد، فيها الريحان، فيها العكر الفاسي، فيها كاع النفقه كامله ديال الحنه. فيها الزهر يمكن، فيها شويه ديال الزهر اكيد. المورد الزهر درت المورد. فيها الزهر، درت فيها شويه ديال المورد، كاع خلطت ليها كل شيء. ان شاء الله غادي ديرها، وكنتمنى حتى نتوما ديروا بحال هكا، وهادشي اللي كاين. من بعد ما كملت دوشت وساليت نعسنا. دابا هذا صباح جديد. اول حاجه بديت بها هو تعمار ديال لي فون دو بيتزا. بديت كنعمر فيهم اللي هاد لي فون انا ما عمرني درتهم لكم في القناه، يعني اللي بغاني نحطهم اليوم في القناه ولا نحط لكم العجينه ديالهم ممكن تخليو لي تعليقات ونحط لكم على الراس والعين. صافي غادي نبقى نعمر هاد لي فون، غادي نحيدهم باش ما يشدوش ليا الوقت لان الوقت ضيق والناس جايه للغدا. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد من هو وحد، النبي محمد واحد هو الله، النبي محمد من هم اثنان، النبي محمد حسن والحسين، النبي محمد. صافي من بعد ما كملت انا هذاك لي فون دو بيتزا، ماما بدات كتعمر في هاد لي طاغط الصغارين حتى هما كيجيو زوينين، ممكن انهم يزينوا الطبله ديالنا. ديجا كنا حطيناهم لكم في القناه، ممكن الناس الجداد نحط لهم الرابط في صندوق الوصف تلقاو حتى هما مع الروابط الاخرين. انا درت لهم خليناهم نفس الديكور اللي كنا درناهم، زيناهم بحب ملوك عجبني. اللي ما عندوش حب ملوك يقدر اي فاكهه عنده متوفره يقطعها صغيره ويدير. وبالنسبه للكريمه ماشي كريم باتيسير، درنا الكريمه السويسريه كتجي حتى هي رائعه. صافي غادي نبقاو حتى نكملوا وغادي نحطهم حتى هو في الطبق اللي غادي نقدموا بهم للناس، وغادي نمشيو للكاب كيك حتى هو نزينو. دابا ماما كتصايب الكاب كيك، كنوجدوه فقنا بكري، فاقت ماما بعدا بكري من 6 حتى 6 حتى 6 الصباح الناس فقنا بكري باش نوجدو داكشي اللي بقى لينا. كما شفتوا هو درت الكاب كيك ودرت فوق منه الكريمه السويسريه كتجي زوينه بزاف، ودرت فوق منهم هاد البيبي بالعجين الشوكولاته. المنظر ديالهم صراحه كيجي غزال. شوف صافي غادي نخليوها تكمل بزاف. صافي دابا كملات ماما هاد لي كاب كيك، دارت ليهم جوج ديال ديكورات صايبت هاد الوريدات هما جاو كيحمقوا، وصايبت هاد كما شفتوا هاد البيبي هنايا. دابا غنبقاو نحطوهم. نفضل نحطو هادو كيعطيو واحد الديكور زوين الصراحه. ما بغيتش ندير داك الكاب كيك الاخرين ديال الكوارطات، انا فضلت نديرهم بحال هكا باش نحطهم في هاد، عجبوني. صافي دابا غادي نكملو. غادي تعمر ماما واحد لي طاغ هي دارتهم، غادي نعمروهم. من بعد ما حضرنا كلشي كيف ما كتشوفوا، البيتزات الكاب كيك وهذوك لي طاغط، غادي ناخذ هذا البونبوني. وديجا هذاك التمر اللي ماما حضرات وحيدت ليه العظم، دارت فيه اللوز والتمر، غادي نحطو في هذا البونبوني كيف ما كتشوفوا باش ملي يجيو الضياف ديالنا نقدر نقدم لهم في البونبوني، احسن من انك تقدموا في الطبسيل. كتجي البونبوني كتجي راقيه زوينه وبزاف ديال الحوايج، كتعطي واحد ديكور زوين مع الحليب كما قلت لكم. شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين. غادي نغطي هذا
من بعد ما كملت انا كل شيء، يعني المهمه ديالي سالات، بقاو غير ماما واختي وصاحبه ماما بشرى بقاو هما. انا وجدت هاد الجليسه اللي غادي نجلس فيها بالطرز الفاسي، غادي نوجدها قبل ما يجيو الناس، عاد نبقى نبدا نوجد، يعني وجدتها قبل. غادي نمشي غادي نصايب بلاطو، انتم غتشوفوا شنو غادي ندير فيه. درت هاد البلاطو، درت فيه 4 ديال الزلايف، واحد فيه الورد وواحد فيه الخزامه، واحد فيه الريحان، واحد فيه الحنه. الوسط درت المبخره ديال البخور اكيد، ودرت السواك وبيضه مكتوبه فيها الاسم ديالي اللي حطيته حدايا حدا البرزه. منها الناس يتبخروا بالعود القماري والبخور ديال الحج، يعني كل الناس كاملين اللي حدايا كيتبخروا تما بهاد الريحه، وفي نفس الوقت من يكون كنقش تكون حدايا. من بعد ما كملت كلشي دابا غادي غادي نصايب الصباغه الفاري، غادي نكملها ومن بعد غادي نمشي نلبس. ودابا بعد ما جاو الناس غادي نعطيهم الحليب. هانتوما شفتوا غنفرقوا عليهم الحليب، وعاد ديك الساعه نرجعوا ان شاء الله نعطيهم يتغداو. دابا غنفرقوا عليهم هادو حيت كاين الناس ما كيبغيوش يبانوا، وغادي نكمل هادشي ونرجع لكم بحاجه اخرى ان شاء الله بالتفصيل. من بعد ما فرقت ماما واختي هذاك التمر والحليب، دابا رجعنا باش غادي نعطيهم الغداء، وقلت نصور بيديا. المسمن ديجا كانت ماما حضرته من قبل باش ما يتعجنش. ملي غادي نسقيوه من الاحسن ما غيتفورش، كندخلوه للفران كيتكخوكا كيولي غزال، وفي نفس الوقت ما كيتعجنش. ندخلوه الفران من بعد غادي نسقيوه. ودابا غادي نسقي القصريه، غادي نبقى حتى نكملها في التسقيه ونرجع لكم. صافي انتما كتشوفوا الرفيسه من بعد ما ماما زيناتها وقاداتها. قدرنا نلبس الفيديو قبل ديال الرفيسه اللي كنا حطيناه، عجبنا داك التزيين ديالها لان شحال من واحد عجباتو وصافي، وقلنا نديروا نفس التقديم هذا كما شفتوا. هذا الحلبه الوسط، الثومه هذا. المهم دابا غادي نحطوها للناس يتغداو حيت مشى الحال، ونرجع لكم بحاجه اخرى. يا جا سيدنا محمد الله عجل علي. ما شاء الله ما شاء الله الله عجل علي. ما شاء الله. من بعد ما تغدينا وجلسنا دابا بديت كنقش. الحنه زوينه تبارك الله على الحنايه اللي عندها صحيحتها. اللي في كازا ولا اللي قريب لينا وبغى النمره ديالها ممكن نعطيها لكم. الله عجل علي.
صافي من بعد ما كملت الحنه نشفات حيدتها من رجليا. دابا جا القصه ديال الكاسكروط. حطينا الرغايف، الحلوى، الكاب كيك اللي وجدت معكم، لي فون دو بيتزا. انا عجبني نحط الكحل والكري كيف ما شفتوا، بالاكثر حاطه في الطباصل الكحل، والطباصل ديال الحلوى حاطه شريتهم في الكري حتى من السريبتات ديالهم. بالنسبه للحلوى ماما اللي صايباتها راه ديجا حطها لكم في القناه. الرغيفات حتى هما حطاهم لكم في القناه، نقدر نحط لكم كلشي، نحط لكم الروابط ديالهم من تحت. بالنسبه للشهده اللي دازت طلعتها جارتنا الله يخلف عليها، شكرا بزاف الله يخطيكم. كاع الناس اللي عاونوني الصراحه ما ننساش خيركم بزاف بزاف الله يخطيكم. صافي غادي نديرو كاسكروط، عمرنا اتاي، غادي نديرو كلشي هادشي كامل غادي نشربوه مع اتاي، غير الحلوى اللي غادي نهزها غادي نشربوها مع المناضه. هادشي اللي كاين، هذا هو كاسكروط اللي درنا متواضع. وهذه كانت اخر حاجه في الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتكونوا حضرتوا معايا كاع المراسم اللي عندنا تقاليد فيها. واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش يضغط على اشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد، ويدير جيم ويبارطاجي مع صحابه.